السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. ولازلنا بنتحدث في مأساة أطفال الشوارع، وكنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن المناظر إيه، يعني تنطق الحجر. أي إنسان عنده رحمة ودين هيشوف منظر الأطفال في الشارع وهي بتتسوى الحفيانة في عز البرد ده، وتاخد سندوتش مرمي في الارض، ولا تاخد سندوتش بقايا سندوتش واحد سايبه وتاكله. مفيش اي انسان ايا كان جبروته وايا كان ظلمه هيتقبل الوضع ده، ولكن هم ما عندهمش ذنب. هم ما ينفعش نعاتبهم، ما ينفعش نقول لهم ده اللي بتعملوه ده غلط، لان الاصل في الرقابه. احنا النهارده بنتكلم في الاب اللي هو بيدور على لبنته على شريك حياة، وبيدور على اللي عنده فلوس. لو حتى انه جاي لك وهو بيشرب مخدرات، انت عادي مش مشكلة طالما هيعيش البنت كويس. هو بيبقى جاي لك ومعاه فلوس وكويس، ولكن بيشرب مخدرات. الفلوس اللي عنده لو تل مع شرب المخدرات هتخلص، وبيرجع يوصل للمرحلة اللي انا بحكي لك فيها في الفيديو ده وفي الفيديو اللي فات. لما بكره وبعده يخلف طفل وما يقدرش يشيل مسؤوليته، هيضطر يرميه في الشارع يتسول. انا بقول لك، انا خرجت عن دائرة القانون. انا كان محتوى القناة بتاعتي والفيديوهات بتاعتي محتوى قانوني، ما بخرجش عن دائرة، ولكن يعني بتنتابني مواقف وبحضر مواقف، يعني بيصعب عليا ان انا ما شارككمش المأساة اللي الواحد بيشوفها. ازاي انت عندك بيبقى الطفل محطوط عامل له غرفه في بيتك ومعلش ورعايه كامله، وبتبقى ربنا يعني لما يكون انسان كويس وربنا كرمه بطفل بيبقى شايله فوق راسه، ويجي طفل في نفس السن وبيبقى داير في الشارع. يعني تخيل لو انك انت قاعد ومراتك ومعاك طفلك وانت مهتم بيه طبعا اهتمام كامل ومتقي ربنا فيه، وفجأة يجي عليك طفل حفيان وهدومه مقطعة في عز التلج عشان ياخد منك جنيه ولا ياخد منك سندوتش ولا ياخد منك حاجة. ما فكرتش انت كأب القيت بالطفل ده في الشارع؟ احساس طفل زي ده لما يبص لطفل زيه بالظبط وبنفس سنه وقاعد على كرسي وابوه وامه بياكلوه وعاملين عليه حصار، نفسيته بتبقى عامله ازاي؟ عشان ايه؟ عشان الاب ما عرفش يختار لبنته الراجل اللي يشيل مسؤوليه ويشيل بيت ويشيل بتاع. انت النهارده بياخدها يوم ما بيلاقيش يجيب الحاجه اللي بيشربها بيطلعها هي تتسول في الشوارع. بشوف بنات عندها 20 سنه و25 سنه وماشيه في الشوارع. ما هي لو لاقيه جوز او اب، عشان ما نقولش ان الحمل كله على الزوج، انت رحت لبنتك ولقيتها مش لاقيه تاكل في بيت جوزها، هاتها وحطها في بيتك. نحن نرزقكم واياهم. ربنا ما مش هتفجر يعني لما انت تعمل كده. انا مش بحرضك انك تروح تخرب بيت بنتك، ولا اللي انا بقول لك والنبي روح اخرب عليها، بس انا بقول لك اتقي ربنا فيها. انت لما بتيجي تجوزها بتبقى عامل حصار على اللي تجوزها بالليل ومين وتختار ايه وبتختار. مش يعني ربنا قال لك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك اصفر بذات الدين. يعني انت بدك الدين، ومن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والله يا جماعه انكم ما بتفكروا في الدين ابدا لما بيجي لك واحد يطلب ايد بنتك. كل هدفك انه يكون واحد كويس ومعاه فلوس. طب ده بيشرب مخدرات، مش مهم، ما هو معاه فلوس. طب ما المخدرات ده هتاخد فلوسه بعد كده ومش هيبقى معاه، مش مهم. ده مش اهل المسؤوليه، مش مهم. رغم ان انت لو اديتها لواحد عنده دين وفقير، ربنا هيغنيهم هما الاثنين وهيقدر يتقي ربنا فيهم. حرام 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 اللي انتوا بتعملوه في الاطفال وفي الحريم اللي انتوا بتطلعوها بتبهدلوها في الشوارع، والكلاب السكك
تنهش فيهم عشان هي مش لاقيه تاكل في بيت جوزها او في بيت ابوها. اتقوا ربنا في بيوتكم، واتقوا ربنا في اطفالكم، واتقوا ربنا في حريمكم، عشان كفايه عليك ذنوبك انت، ما تجيبش على نفسك ذنوب تاني تتحاسب عليها امام الله. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومه